اخر قصيدة واخر سطور واخر حكاية، ويلا السلام. هقفل كشكولي واقطع دفاتري واكسر كمان كل الاقلام، واحكي لكم بقى حتة حكاية ما شفتهاش ولا في الافلام. الحكاية دي كل اللي هيسمعها بعد ما هتخلص هينام. ما احنا احسن شعب يشخص ويظبط دماغه وكله تمام، واحسن ناس في الدنيا نزعها، واحسن ناس نرفع اعلام. انا هحكي لكم حكاية البلبل، هحكيها بدل عم حزنبل. بلبل شاب وسيم حبوب، كل هوايته يحدي فطور، وملوش في الشرب ولا السكر، وعمره ما حط في بقه حبوب. كان يوم ماشي قبله كمين، استنى يا حلو رايح فين؟ ده سؤال واحد دمه تقيل وشكله سئيل، يبقى امين. ايوه خير امرني يا بيه، ممكن اعرف واقف ليه؟ رد الباشا بشخط عليه، بطاقتك فين واسمك ايه؟ انا بلبل ساكن في بولاق. ضحك الباشا بلبل ده بيضحك على اسمي، طب اسمي جمال ودلع علاء. مسكه بسرعة وحبسه في أوضة. ده انت يا بلبل ليلتك سودة، ازاي تغلط كده في بابانا؟ ده انت دخلت في حارة مسدودة. ابو جمال وعلاء ده مين؟ حسن ابو كل البني ادمين، وعمهم برضو المشير، يبقى ابو الناس التانيين. بدعي لك ترحمنا يا رب، مش عارفين بقى لنا كم اب. جوزك كان على حسن والمشير ولا واحد فيهم يتحب. دخل السجن في العشرين، خرج منه 35. دخل السجن شاب وسيم، خرج اخطر واحد في المساجين. وبعد شهور من وقت خروجه حصلت ثورة وشعبنا فاق. قال هاخد حقي من اللي حبسني علشان قلت جمال وعلاء. جري بسرعة على الكمين، لقى ناس كتير هناك واقفين. بص عليه وبقى مستغرب، قتل بيولع من ساعتين. جري على الاسم وكله وراه، لقى الامين واقف بسلاحه. جري عليه عشان ياخد حقه، ضرب رصاصة وطلعت روحه. ومات بلبل اللي قتل واللي حبس واللي ظلم. هو اللي عاش واللي اتقتل واللي اتحبس واللي اتظلم حقه ما جاش.